السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه الفيديو. لو أول مرة تشوفوني بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك ويكملوا معايا الفيديو للآخر، هيعجبكم أوي إن شاء الله. بصوا بقى، اليوم اللي حرفيا يعني بيبدأ بتشغيل الغسالة ورايح الصابون كده في البيت، بيبقى يوم عارفين انتوا اللي هو ايه، باين من جماله ومن حلاوته يعني. فشغلت الغسالة كده، شلت الملاية بتاعت السرير لان هي فاتحه فما بتستحملش كتير. واليوم بتاعي بقى كان بادئ اصلا من بالليل. ليه؟ لان انا يعني باخد حاجه كده مثلا بالليل بظبطها لما استاذه خوخه بتنام وبكمل الصبح. فكان بصراحه غرفه الاطفال هي اللي كان عليها العين النهارده، لان انا كنت سايباها متبهدله جدا. فكان بقى لها حوالي مثلا 3 اسابيع انا ما مديتش ايدي فيها، بالعكس كل حاجه باخدها ارميها فيها، فانا بعملها اصلا معامله المخزن. فمنظرها كان زي ما انتم شايفين كده، فقلت ابدا بسم الله. قلت انضف تنظيفه كده اي كلام، وبعد كده قلت لا، كده كده التنظيفه العميقه جايه ان شاء الله الاسبوع الجاي، ولكن قلت انضفها تنظيفه حلوه كده. بدات طبعا بان انا شلت الملايه القديمه وفرشت ملايه جديده، وزي ما بوريكم كده الدنيا ليل بره. ورفعت بقى الستاير، اصلا الستاير كنت هغيرها بس جارتي كانت واخده مني السلم يعني، فما عرفتش اغيرها. لان الستاير الفاتحه دي اول النهار ما بيطلع حرفيا اللي نايم في الاوضه بيصحى. على عكس مثلا الستاير الرصاصي، لا، كان اللي بينام بينام عادي، ما فيش يعني ما فيش حاجه بتصحيه. لكن دي فاتحه فالضوء بيدخل منها يعني بكل سهوله. المهم انا عايزه اقول لكم انا جبت معطر الارضيات بتاع فريده اللي بالياسمين ده، وده برضو من ضمن الحاجات الحلوه اللي انا ارشحها لكم قوي. والمعطر بتاع الجو ده يا جدعان جميل والله العظيم، تحفة. كأن حد راشش برفان يعني في الشقة، مش مجرد معطر وخلاص. لان انا حرفيا تعبت عقبال ما لقيت حاجة حلوة. ومثلا كنت بلاقي ناس بترشح حاجات بجيبها، لا عادية، مش احسن حاجة يعني. ما عجبنيش بصراحة قد المعطر اللي انا كنت قلت لكم عليه في فيديوهات كده من فترة. كان بتاع المفروشات برضو كان جميل قوي، ونسبة الثبات بتاعته كانت عالية. عايزة اقول لكم برضو ان المعطر ده ريحة الثبات بتاعته عالية جدا جدا والله العظيم. ممكن مثلا يعدي 6 7 8 ساعات وتلاقوا الريحة مثلا موجودة زي ما هي. يعني مثلا لو خرجت مشوار وجيت وهتلاقوا الريحة زي ما هي في المكان. فده من ضمن برضو الحاجات الجميلة اللي انتم ممكن تجيبوها، وبأمانة على ضمانتي تحفة اللهم بارك. المهم خلصت غرفة الأطفال كده، وبصراحة بقى ايه، قلت انام لان انا ما كنتش قادرة خالص. تاني يوم بقى لما صحيت قلت احافظ بقى على التنظيفات العميقة اللي انا كنت عاملاها، علشان خاطر بقى مفيش وقت وصحة، واحنا عارفين ان احنا في العشرة الاواخر. فكل سنة وانتم طيبين كده، ربنا يا رب يبلغنا ليلة القدر ان شاء الله بإذن الله، ويحقق يا رب جميع دعواتنا كده، اللهم امين. يرزقنا الخير كله يا رب. المهم بقى قلت كده امشي المكنسة على السيراميك بقى وعلى السجاد. وانا عايزة اقول لكم حرفيا يعني خلاص انا داخلة مثلا في 20 او 21 يوم مثلا فاطمة وبنتي. عايزة اقول لكم والله العظيم، بصوا مبهدلاني، بتدخل بقى في نوبات غضب، واللي عارفين ان هو الم الحاجة هي ببهدلها. تدلق علي اي حاجة، تضربني، عارفين انتوا تحسوا ان هي متغاظة مني. فانا مش عارفة بصراحة اعمل ايه، هل ده طبيعي ولا لا؟ ده كمان عدى اكتر من 21 يوم. 21 يوم ايه، ده عدى حوالي 25 يوم. فمش عارفة بصراحة نوبة الغضب بتاعتها دي المفروض تفضل لحد امتى، لان انا بيجيلي اوقات فعلا بستفز، عارفين اللي هو بقى ايه. يعني مثلا امبارح انا قاعده عادي، بصيت لقيتها بضوافرها راحت ماسكاني قطعت لي شفتي اللي تحت دي من النص كده. قطعتها اللي هي قطعتها جابت دم، وبعد كده حطيت عليها مضاد حيوي عملت قشره. عارفين انتوا اللي هو دي اقل حاجه. غير ان انا مثلا ابقى قاعده في امان الله عادي، بص الاقيها راحت ماسكه اي حاجه هبدها في وشي، بقى اللي هو زي ما تيجي تيجي. وطبعا النوم ما اقولكوش بقى، بعياط وصريخه ما خلاص. فدعواتكم كده بقى ربنا يهديها كده ويصلح حالها، ان هي حرفيا مغلباني. المهم كده خلصت الريسبشن ورشيت المعطر، وحرفيا انا بقيت ماشيه بالمعطر في كل حته، برغم ان هي عندها حساسيه. بس عارفين اقسم بالله ما كنتش قادره اقاوم جماله. يعني مثلا بستخدمه في الريسبشن فانا قافله عليها اوضه النوم جوه،
وبعد كده افتح الشباك اهوي، الريحه فعلا ثابته ثبات ابن لذينه. يعني انا اصلا هنزل اليوم ده اشتري شويه حاجات هوريها لكم، وبرجع لقيت الدنيا زي ما هي. عارفين انتوا بقى اي زرع اي حاجه بلاستيك انا بقيت ماشيه كده ارش عليها. وعايزه اجدد حاجات، يعني شايفين طبعا العلقات بتاعه رمضان دي كلها تتشال. فمش عارفه بصراحه يعني المفروض اعمل ايه لديكورات العيد، ايه البدايل بقى للحاجات دي ان انا اعلق مكانها، مش عارفه. وبصراحه كنت ناويه بالنيه لله ان انا اجدد الكفرات بتاعه الريسبشن يعني. في كفرات كده اللي هي الساده دي عجباني قوي، بس الميزانيه لا تسمح، وطبعا الاسعار كل يوم في انهيار واحنا بننهار معاه والله. طبعا الزيادة اللي حصلت المفاجأة دي، فطبعا كل قرارات الواحد بتتغير والله العظيم في يوم وليلة. فانتوا تبقوا عاملين جمعية ومجهزين نفسكم، وتبصوا تلاقوا بقى كل حاجة يعني باظت مرة واحدة، لكن بقى لعله خير يعني. ف آه، اخدت قرار بقى ان هو الريسبشن يعني ايه، ممكن اجدد فيه حاجات، اغير حاجة، احط مثلا السجاد الاصلي، ارجع الكوشن اللي انا كنت حاطه قبل كده. عارفين يعني هعمل فيه شوية تعديلات، اكيد مش هسيبه بالشكل ده. وهشيل طبعا الديكورات بتاعت رمضان وكده، ولكن مش هقدر اشتري له حاجات. فالاختيار بقى واقع على ايه يا حلوين؟ وقع على المطبخ وغرفة النوم. دي كانت أطباق بقى باقية من السحور بتاع اليوم اللي فات يعني. وجارة الأنبوبة عندها خلصت، فجت تقلي بقى تكمل بقية الأكل عندي يعني. فالدنيا كانت حرفيا متبهدلة. بصوا أنا بدوس في المطبخ، بدوس على حاجات، شايفين انتوا بذري ويوسفي وحاجات، عارفين انتوا بقى ماشية بقى بدوس على حاجات، والزيت مطرطش في كل حتة وكده. فكان لازم المطبخ ده كان محتاج بصوا يتفور والله، مش محتاج يتعمل، لا محتاج يتفور. بوريكم هنا بقى ان انا اللي خلاني برضو اخلي الاختيار يقع على المطبخ، ان انا طبعا هشيل الستيكر دوت بتاع رمضان. ف إيه يعني بصوا بقى، انا المطبخ عندي السيراميك بتاعه بيج، انا ما كنت شايفاه بيج. انتوا هتلاقوا من فوق كده بيج فاتح، ما كانش باين لما جوزي وهو خطيب يعني بعت لي الصور، فما كانش باين كده. فعملت الرخامه رصاصي والمطبخ ابيض، فعارفين انتوا بقى بيج في رصاصي في ابيض. فبصراحه الجزء اللي هو بين المطبخ من فوق ومن تحت ده مش عاجبني خالص البيج. فعشان كده هوريكم برضو الحاجات اللي انا اشتريها. المهم بقى كده قلت احضر الفطار سريعا سريعا، لان خلاص كان الوقت بعد العصر. فطبعا اسهل حاجه في الوجود هي ايه؟ اكيد هي المكرونه البشاميل. طالما مثلا عندي لحمه متعصجه او فراخ، الاتنين بيخلوا الموضوع سهل عندي جدا. هما شويه البشاميل والمكرونه بتتسلق وخلاص. والحمد لله المكرونه كانت ضن. فقلت بقى اعمل جنبها حاجه ولا مش هعمل؟ وبيني وبينكم انا اصلا اللي كنت هفطر لوحدي، فانا بما ان انا اصلا زي زي مثلا معظم الستات، خلاص ما دام كل واحد اصلا انا مش عايزه اطبخ يعني. انا كان قبلها مثلا بيومين فطرانه لوحدي، والله العظيم لو اقول لكم فطرت على ايه. يعني اليوم اللي قبلها كنت فطرانه على تونه وبطاطس، واليوم اللي قبله مش فاكره، كان في باقي بواقي اكل اصلا ما تاكلش خديجه عادي. قلت اهو اكل وخلاص يعني. فقلت لا كده بقى هقوم النهارده ادلع نفسي. فعملت سمبوسه كده، كنت حشيها برضو قطع فراخ وجبن، وقليت شوية فرايز كده كانوا عندي، وحطيت مخلل، والحمد لله الاكل كان زي الفل. طبعا بقى ايه، قلنا نبعت الطبق للجيران. انا عايزه اقول لكم كانت تحفه تحفه اللهم بارك. بصوا اللي هو ايه ده دي بتوع على البطاطس عايزين نشيلها. ف الحمد لله الاكل كان زي الفل. انا عايزه اقول لكم والله هو مش عارفه هي بس انا يعني اللي انا متاكده منه ان الغالبيه العظمى من الستات بتستخسر تعمل اكل لو لنفسها، او بنستخسر الحاجه في مثلا في نفسنا. انا عندي استعداد عادي ان انا اكملها لحد اخر رمضان اي حاجه، مقابل ايه بقى؟ مقابل ان انا اوفر فلوس علشان اشتري الحاجات اللي انا عايزاها. هي دي المشكله. عارفين انتوا اللي هو والله العظيم وصل بيا الحال ان انا فعلا نزلت طبعا وانا صايمه، دخت وبصوا كنت دايخه ومتبهدله. فقررت بقى اللي هو لا ان شاء الله هعمل فطار، حتى مثلا لو هعمل يوم او يوم لا. المهم كده انا هوريكم نبذه عن المشتريات، لان انا بصراحه مش حابه احرقها معاكم. انا الكوفرته دي في جهازي، والملايه برضو في جهازي. فاللون البركندي ده لون قمر، وحاسه ان هو رجع اصلا يطلع ترند تاني. وده الفوم اللي انا جبته للمطبخ اللي هو عليه فراشات وورد ده. بوريكم بس الحاجه مبدئيا، انا
اصلا كنت شاريه ستاره اللون البرجندي برضو، وكنت شاريه ورد. فاشتريت الكفر ده اهو، انا فردته لكم، واشتريت المشاية الطويلة بتاعته، بس طلعت اطول يعني من ما المكان محتاج. بس عامة هي دي الحاجات اللي انا يعني ايه اشتريتها، وحاجات كنت شارياها قبل كده، وحاجات كانت عندي، فانا نقيت اسهل حاجة ممكن اعملها. الملاية دي بقى كنت شاريها معاكم من فترة، كنت شايلاها، ايه بقى هب معايا كده اللي هو انا شايلاها ليه. اصلا كنت عايزه اجيب لها دفايه اللي هو اللون الزهري ده، او اللون اللي هو البترولي ده. بس بقى ايه، قلت مش كل ملاية كده هشتريها، اروح اشتري لها كوفيرت يعني ولا دفاية، مش هنخلص مش هنخلص حرفيا. فاللون الرصاصي اصلا يليق معاها، ولقيته كده في الصورة اللي هي كانت محطوطة على الملاية من بره، فقلت هحط عليها البطانية بتاعتي عادي جدا، وان شاء الله تبقى زي الفل. كان في طبعا عندي شوية غسيل كده في السبت، فخدتهم وخدت السبب بقى علشان خاطر الغسيل اللي انا كنت غسلاه من بالليل اصلا ما اتنشرش، فقلت بقى انشره. والحمد لله الدنيا كانت زي الفل، رتبت التسريحه، الحاجات الزياده شلتها. وعايزه اقول لكم ان ازازه المعطر بتاعت العود دي فيها اكتر من نصها، ولكن حرفيا المعطر ده جه غطى على، يعني غطى على كل المعطرات اللي انا كنت بستخدمها. حرفيا ما شاء الله ريحته تحفة، عارفين تحفة. انا اول مرة تعجبني حاجة كده، وهو مش مخصص المفروشات زي التاني اللي انا كنت جايباه، لكن ده ريحته حلوة، الثبات بتاعه حلو جدا. من يعني بصراحة عجبني جدا، فارشحه لكم جدا يعني. المهم كده بقى بعد ما خلصنا، وبعد ما كنت فطرت طبعا، والمواعين اللي طلعت من الفطار غسلت كده وظبطت الدنيا، وطلعت البيض كده من التلاجة حطيته في مية. وفي الوقت ده الانسه اخوها قامت وقعت لي المج بتاعي ده، راحت مطيرالي كده حرف الغطا. فبصراحه مش عارفه اعمل فيها ايه يا جدعان، بس يلا والله بجد ما استحملناش عيالنا، مين اللي هيستحملهم؟ فربنا يهديها كده ويخفف عنها. المهم كده شلت الارضيه بقى واديت لها مسحه خفيفه كده، علشان زي ما قلت لكم احنا بنحاول نحافظ على التنظيفات ليه حد ان شاء الله باذن الله ما الاسبوع الجاي نعمله. وحرفيا شايفين وش الاسبونجه دي، شايفين الابتسامه دي، والله العظيم انا وشي كان كده اهو، جبت لكم تاني. انا كنت مبسوطه جدا ان انا انجزت. حرفيا انا كده النهارده عملت البيت كله، الحاجه اللي انا كنت منضفاها تنظيف عميق حافظت عليها بان انا اديت لها مسحه. عايزه اقول لكم بقى، هو الحاجه الوحيده اللي كانت متبهدله كان الحمام، بس عارفين كان خلاص، يعني عارفين طاقه يعني خديجه والله العظيم بتعاقبني، عارفين بتمارس عليا الزن العقابي، اللي هو هفضل ازن عليكي لحد اما بص اطلع عيني. كان دول حبة المكرونة اللي فضوا من صينية المكرونة، طبعا زي ما قلت لكم بعد ما وديت للجيران وفطرت منها. وقلت بقى خلاص هبدأ بقى احضر السحور، ولكن في الوقت ده كانت دماغي هتنفجر، فقلت اعمل لي كده كوباية نسكافيه، وبدأت استخدم بديل السكر ده، حرفيا جميل. واللبن بتاع ميلك مان ده يا جدعان من اجمل الالبان المعلبه اللي انا جربتها بصراحه، احلى حتى كمان من المراعي، وهو منتج مصري، فبصراحه كان جميل جدا. وقلت بقى اجرب النسكافيه بتاع ابو عوف، لان انا جربت بتاع مصر كافيه ما كانش عاجبني قوي، هو كويس لكن مش احسن حاجه. وانا بصراحه بحاول ابعد عن اي، يعني ان انا اجيب حاجه منقطعه على قدر الامكان. ومحدش بقى يقول لي ابو عوف مقاطعة اللي هو اماراتي، لا يا جدعان عادي والله، كان في المدير في ابو عوف احنا عارفين هو مصري، مش اماراتي ولا حاجه. وحتى لو كده يعني الامارات كشعب اخواتنا الناس زي الفل، ملناش بقى دعوه بالناس التانية. المهم عايزه اقول لكم بقى من ضمن الحاجات الجميله واللي انا مش ندمانه عليها فعلا، لان انا كنت بعتبره حاجه تافهه، اللي هو المضرب النسكافيه ده، ولكن حرفيا بيعمل فوم جميل، بيعمل كوبايه نسكافيه بقى زي الكتاب ما بيقول. يعني شايفين اللهم بارك، انا كمان مبطئه لكم سيكه، والمضرب فعلا ما شاء الله اللهم بارك بيعمل فوم حلو قوي. المج بتاعي كان بيلف لف كده 360 درجه لحد ما رجع مكانه تاني. وكنت سخنت اللبن كده. انا عايزه اقول لكم بقى كمان من ضمن الحاجات اللي قرفتني ان اللبانه البايركس بتاعتي برضه الايد بتاعتها اتخلعت، انا مش عارفه في ايه يا جدعان، الحاجات عندي عماله تبوظ. فدعواتكم كده يعني انا عندي والله يعني تيجي في الحاجة ما تجيش فينا احنا، بس مش مشكلة يعني، بس برضو الواحد بيحزن على الحاجة بتاعته جدا من كتر بصوا ملفوم اللهم بارك حلو، فاللبن كله تقريبا نزل لتحت. المهم بقى
كانت دماغي واقفه حرفيا، انا مش عارفه فين السحر ايه يا جدعان. فجرت كلمتني قالت لي انا جايه من عند ماما عايزه حاجه، قلت لها اه فول وطعميه بقى. والحمد لله كده كان ده السحور ويومنا كان انتهى. يا رب يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وروتين جديد. دمتم في رعايه الله يا حلوين. شايفين الرغيف قد ايه؟ اصغر من صوابعي، مش من كف ايدي، لا لا لا، من صوابعي. يلا اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامه، كل سنه وانتم طيبين.